السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة دائما. قصتنا اليوم هي قصة حقيقية من الواقع. حصلت لإحدى السيدات من الجنسية العربية. أتمنى هذه القصة أن تعجبكم وتابعوا معي القصة للنهاية. أنا اخترت لها عنوان بالزوجة والفيسبوك. في كثير من السيدات مدمنات على الفيسبوك، فمنهم من استفاد من الفيسبوك، ومنهم من عمل الفيسبوك وسيلة لضياع الوقت وخراب البيوت. فإن شاء الله قصتنا اليوم نستفد منها، وهي أكثر شيء قصة للعبرة. كان زوج منع زوجته من برنامج الفيسبوك. بعد مدة من الزمن اكتشف أن زوجته لديها حساب آخر لم يفعل لها شيء، وإنما ذهب وأنشأ حساب باسم مستعار، وبدأ يتقرب منها إلى أن تطورت العلاقة بينهم. ادعى أنه يحبها ويتغزل بها يوميا. أرسل لها صور لشخص آخر على أنها صورته، إلى أن تعلقت الزوجة به وابتعدت عن زوجها الواقعي، وهي لا تعلم شخصيته الحقيقية. المهم، بعد 5 شهور من هذه العلاقة طلب حبيبها الطلاق من زوجها كي يتزوجها. هو فقط كان زوجها يجربها أو يختبرها. وبدأت الزوجة باختلاق المشاكل مع زوجها، ومن أتفه الأسباب. ويوم بعد يوم تزيد المشاكل بين الزوجين، وتزيد الإغراءات من جانب العاشق، إلى أن طلبت الزوجة الطلاق من زوجها بعدما ظلت تلح على زوجها تريده أن يطلقها وهو يرفض. بقت على هذا الحال لما تضايقت وراحت لأهلها. وهنا صفى له الجو، وقعد يراسلها حبيبها ويحرض فيها ضد زوجها. وزوجها بنفس الوقت مكبر راسه ما يطلق. وبعد شهر من الزعل رجعت لبيت زوجها، لكن كانت مجبورة لأن أهلها قالوا لها ارجعي لبيتك وزوجك، ما في شي يستاهل الطلاق. المهم، بعدما رجعت استمرت بالمشاكل يوميا مشاكل، ورجعت طلبت الطلاق من جديد. وهنا زوجها قال لها أوافق على الطلاق، لكن بشرط. قالت له إيه هو شرطك؟ قال لها أتزوج واحدة تانية وانتي تزوجيني، وبعد العرس بأسبوع انطلقك وعذرك يصير معك لأني تزوجت عليك، وتطلقي وينتهي كل شيء. قالت له وأنا موافقة على الشرط. هنا هي طارت من الفرح وركضت على حبيبها تبشره، وأخيرا زوجها وافق على الطلاق مقابل أن تمشي تخطب له وتزوجه. هنا حبيبها طبعا شجعها حتى تنفذ شرطه وتحصل على الطلاق منه. وقال لها حبيبها إيه زوجيه حتى بعدين ما يحتاجك إذا صارت عنده زوجة تاني وهي تانية راح يطلقك بسهولة وتفتكي منه. بعد كم يوم زوجها تعرف على واحدة موظفة ومقاربة لعمره، وقرر يخطبها، لكن قال لها أني متزوج وعندي أطفال وزوجتي موافقة على الزواج وهي راح تيجي تخطبك. لكن ما جاب قصة الاتفاق. هنا الزوجة الثانية ما صدقت من الفرحة، ضرتها تيجي تخطبها وبكامل رضاها. المهم وافقت،
وحسب الاتفاق مشت زوجته معاه وخطبت له على حسب الأصول، وراحت للمحكمة وعقدوا وقدم القاضي، قالت موافقة وبكامل إرادتي وما حد جبرني. تم العقد وبارك لهم القاضي، وهنا الزوجتين كانوا فرحانين يعني بقمة الفرحة، واحدة لأنها تزوجت وواحدة لأنها راح تطلق وتأخذ حبيبها الغامض. وجهز الزوج للعرس وبنفس الوقت يتواصل معها باسمه المستعار دائما، يوعدها بعد الطلاق راح اتزوجكي وراح اعيشكي احسن عيشة وراح انسيكي اللي عشتيه واعودك والى اخره من هذا الكلام المعسول المرتب. وهي عايشة بعالم الاحلام. حددوا يوم العرس، وقبل العرس بأسبوع حصلت المفاجأة للزوجة. قام الزوج بطلب من زوجته أو طليقته، وشرط أن تتنازل عن كل حقوقها الشرعية المترتبة عليه. وطبعا هنا قامت بسؤال لحبيبها الزائف على الفيسبوك، والذي هو نفسه الزوج، وأخبرته بأن زوجها طلب منها أن تتنازل عن كل حقوقها، وطبعا طلب العاشق منها أن توافق، وأنه سوف يعوضها بأكثر من هذه الحقوق التي ستتخلى عنها بكثير، وأنه سوف يسعدها ويأخذ بيدها إلى السماء من كثرة الشوق والحنين الذي يملأ قلبه. ووافقت الزوجة المنحوسة فعلا على طلب زوجها بأن تتنازل عن كل مستحقاتها بالمحكمة، وتوافقوا وتم الطلاق. وانطلقت الزوجة مسرعة إلى الفيسبوك لتخبر حبيبها الوهمي بأنه تم الطلاق بينها وبين زوجها، وهي تفضل وتحكي لحبيبها، يعني تقول له نستمر بحياتنا أنا وأنت. وهنا قال لها ممتاز، وأنا بشوق كبير لك، ولكن عندي شوية مشاكل، كم يوم وأرجع أتواصل معك. وتركها لمدة أسبوع وهو يقوم بالسياحة والترفيه مع زوجته الجديدة التي زوجته ليه زوجته الأولى، وأعطته قدمتها له من طبق من ذهب. أخذت شقتها وعفشها بالكامل لأنها تنازلت. وبعد أن أنهى عطلته عاود الاتصال بها ليقول لها كيفك، انت تمام؟ قالت له أنا بخير وبشوق كبير لك، انت فين؟ وهنا جاءت الصدمة، وقال لها أنا قريب، أنا هنا. قالت له رحتي فين؟ فقال لها، هو اعترف لها، قال لها أنا كنت زوجك. فهي قاعدة تتلخبط بالكلام وتحكي له كيف وكيف صار ولي6 شهور وانت تحكي معايا وانت بعت لي صورك، لا انت مش زوجي. فقاعد يحكي معاها صوت، وقال لها اعترف لها باللي الصور صوره كانت لصديقه وليست صوره. فهي كانت تبعت له صور على الخاص، مثل ما حكيت هي الزوجة كانت تبعت له صورها. فهو الزوج قال لها صورك بحكم العشرة اللي بينا، صورك راح استر عليك وما راح ابعت لأهلك ولا راح احكي لهم، لأن هي عرفها بقت مصدومة وقال لها هذه صدمة عمرك كله،
لأنك خسرتي بيتك وجوزك وكل حقوقك، كل هذا على ود الوهم اسمه الفيسبوك. بتبيعي كل حاجة على ود شخص حبك بالخيال. انتي أغبى إنسانة شفتها بحياتي، وأنا سعيد إني انتهت حياتي معك، وسلام يا شطرة. هنا الزوجة كانت صدمة قاسية جدا عليها، أدت لها إلى انهيار عصبي حاد بسبب هذه الظروف التي وصلت إليها بخسارتها لكل شيء، واحترامها لقدسية الزواج. يعني ما احترمته، والذي لا يمكن أن يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي بدون أن يتم بشكل واقعي. هنا أحبائي انتهت القصة. أتمنى هذه القصة أن تكون عبرة لكل من يتواصل عن طريق الفيسبوك وغير ذلك. شكرا لاهتمامكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء مع فيديو جديد بإذن الله تعالى. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. مع السلامة.